القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نادين نور الدين وميراج. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي ألم بي هو الدوايا، طلب يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي ألم بي هو الدوايا، طلب يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي أحلى نجمة سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه تحتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه تحتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضعفي، وجدتي وفاقي. كبريائي يا حبيبي أحلى نجمة سمائي، يا حبيبي يا حياتي حبني أجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي حبني أجمل صفاتي. حبني وطير بجناحاتي لأجل نفرح بسلامي. كبريائي يا حبيبي أحلى نجمة سمائي. المخرج علي عبد العال. انت ما تقوليش حاجه خالص، انا بس اللي اقول، انا بس اللي اتكلم في البيت ده، ولما اتكلم كلامي سوري اطلع في ايديك يا مفتري. ده ايه؟ ده انا هدخل دماغي. سيبها يا اخويا، سيبها يا شحاتة. بنتك المحروسه ما بتسمعنيش كلمه يا صفيه. معلش يا اخويا مش هتعملها تاني، بس سيبها. كله منك انت حرام عليك حرام عليك. بس انا بنت انت احسن والله العظيم اطلب سماجتكم طول السنه. انا مش من عبيدك. وانا مش هسيب، انا مش هسيب عشان انت اللي مقوياها عليا. الساعه اللي خرجت من الصوت وما جاتش دلوقتي. خرجت يا اخويا على راحت تعمل تأجيل كليتها السنة. كل سنه بتاخدها لي بسنتين وتأجل سنتين. انا مش عارف تعليم ايه ده. مساء الخير يا دكتور عمران، انا اسفه لسه جايه يا امل؟ شكل حضرتك طبعا زعلان اني اتاخرت. طبعا اكيد طبعا، بس والله النهارده اصله كان يوم مزحوم جدا. كان عندي مشاوير كتير وكان عندي حاجات كتير في الكليه بصراحه يعني. الله، هو امال رباب ومديحه فين؟ مش معقول يكونوا روحوا من غير ما يسلموني نبطشيه طبعا. رباب ومديحه في نيابه. نيابه؟ خير اللهم اجعله خير. ايه يا دكتور؟ واضح انك ما عرفتيش باللي حصل. ايه اللي حصل؟ امل سامي السمنودي يا فندم. انا بشتغل في صيدليه الدكتور عمران من تقريبا حوالي سنه كده يعني، وساكنه في نفس الشارع اللي فيه الصيدليه. وبتشتغلي في الصيدليه من الساعه كام للساعه كام؟ انا يا فندم اصلي بالنهار ببقى في الكليه احيانا يعني، او في مشاوير عشان امي يعني والبيت وكده يعني، او ببقى في البيت ما بخرجش ابدا، يا دوب اقعد اذاكر، وعشان كده بمسك النبطشيه يعني في الصيدليه بالليل. والنبطشيه دي بقى بتبتدي امتى وبتنتهي امتى؟ من 6 مساء لحوالي تقريبا الساعة 2 بعد نص الليل يا فندم، وبعد كده الصيدلية بتقفل لحد ما نفتح تاني
يوم الصبح الساعة 10 يعني. ومين بقى من البنات بيبقى في نبطشية الصبح؟ في رباب وفي مديحة، وكمان معاهم بيبقى الدكتور تامر ابن الدكتور عمران. وانت مين بيبقى معاكي في نبطشية بالليل؟ لا انا يا فندم ببقى لوحدي الحقيقة، عشان يعني ضغط الشغل بالليل بيبقى اقل يعني. بس طبعا بيبقى معايا الدكتور عمران بنفسه وبيستناني لحد ما اروح، عشان هو اللي بيقفل الصيدلية يا فندم. يعني روحتي على طول امبارح؟ والله يا فندم روحت على طول. ده انا حتى يا دوب لحقت نمت لي كام ساعه كده، اصلي كان لازم اروح الجامعه من الصبح بدري علشان لا مؤاخذه يعني اقدم على ان انا ما ادخلش الامتحان السنه دي كمان، عشان يعني المصاريف لا مؤاخذه يعني. وحتى لما جيت اروح بقى على الصيدليه اتاخرت نص ساعه عن ميعاد استلام النبطشيه، كان عندي مشاوير تانية يعني لا مؤاخذه، وما رحتش حتى على البيت عشان اغير هدومي يا فندم. قولي لي بقى، عرفتي بالسرقة دي ازاي وامتى؟ اول ما وصلت الصيدليه يا فندم الدكتور عمران قال لي ان رباب ومديحه والدكتور تامر ابنه لما جم يفتحوا الصيدليه الصبح لقيوا القفل مكسور وفي كرتونه ادويه مسروقه من المخزن اللي جوه الصيدليه. كان عندك علم بوجود الكرتونة دي؟ طبعا يا فندم، كل اللي شغالين في الصيدليه عندهم علم طبعا بكل اللي موجود في الصيدليه. اخر مرة شفتيها امتى؟ هي مين يا فندم؟ الكرتونة. طبعا عملت لها من غبية صحيح. امبارح يا فندم امبارح لحد ما مشيت من الصيدلية كانت موجودة الكرتونة. طيب يا امل بقى، تفتكري مين اللي سرق الكرتونة دي؟ وليه ما سرقش ادوية تانية او الخزنة مثلا؟ افتكر يا فندم، افتكر انه يعني لو كان سرق ادوية تانية ما اعتقدش يعني ان هو يعرف يبيعها. وبعدين افتكر يا فندم انه برضو ما بصش للخزنة، لان احنا الحقيقة مش بنسيب اي فلوس في الخزنة. لكن بقى بصراحة يا فندم بصراحة افتكر يعني ان الكرتونة دي بالذات سرقها مش علشان يبيعها يا فندم، افتكر ان هو سرقها عشان يستعمل الادوية اللي فيها او يعني يتناولها يعني. بنيتي الاستنتاج ده على اساس ايه بالظبط؟ على اساس يا فندم، على اساس ان الكرتونة دي بالذات كان فيها ادوية لا تصرف الا بامر الطبيب، لان يا فندم الادوية اللي فيها دي فيها يعني حاجات مخدرة بصراحة. يعني اللي سرقها حضرتك لازم يكون حد مدمن بيتعاطى الادوية دي. يعني اللي سرق داخل وعارف هيسرق ايه بالظبط؟ اكيد يا فندم، اكيد لازم يكون بيفهم الادوية دي فيها ايه بالظبط علشان بالذات يقدر يميزها ويختارها عن باقي الادوية اللي في الصيدلية. بتشك في حد معين يا امل؟ لا يا فندم، الحقيقة اصل يعني الصيدلية دي في منطقة شعبية، والمنطقة للأسف مليانة شباب بيتعاطى الحاجات دي. اكيد واحد منهم معهوش فلوس يشتري فقال اسرق احسن، فقام سرق الكرتونة دي، او يمكن بقى ليه ولاصحابه كمان. طيب في حاجة تانية عندك عاوزة تقوليها؟ عاوز اروح يا فندم. عادل، ايه اللي جابك؟ ما كانلوش لزوم تيجي. عاوزاني لما اكلمك في الصيدليه واعرف انك في النيابه ما انزلش وجيلك جري، هي دي اصول برضو؟ متشكرة قوي يا عادل، طول عمرك شهم وجدع. ها، ايه اللي حصل جوه مع وكيل النيابه؟ ابدا، خدوا اقوالي عن حادثة السرقة. بعد اللي جالنا من الشغل في الصيدليه. بعدين بقى يا عادل تاني؟ لا تاني ولا تالت، كويس اللي جت لحد كده. يعني ايه كويس اللي جات لحد كده؟ يعني كفايه شغل في الصيدليه والتفتي محاضراتي، مش كفايه بتاخدي السنه في سنتين، ده غير تاجيلات الامتحانات. وبعدين يا عادل، ما انت عارف ان انا مضطرة اعمل كده. وعلى العموم متشكرة قوي على اهتمامك، ومتشكرة كمان انك جيت لي لحد النيابة. عن اذنك. امل، رايح فين؟ هروح. طب اوصلك. ما تقلقش، مش هتخطف ومش هتوه، انا عارفة سكتي كويس. يا حبيبتي ما تعيطش يا ريم. الجبان عمل كل ده عشان انا مش موجودة. ولو موجودة كنت هتعملي ايه يا بنتي؟ لا يا ماما، امل هي اللي بتعرف توقف عند حد. يا حبيبتي بس يا عيال بس وفهميني ايه اللي حصل علشان يعمل كده. قال لي ريم انزلي هاتي لي باكو معاك، وقلت له عندي مذاكرة فيها الحاجة دي. وعلى اللي حصل بقى بعدها. فين؟ هو راح فين؟ راح فين الشر يا امل يا بنتي؟ هو فين ياما؟ هو فين؟ في اوضته يا امل. انت اللي ايه يا شحاتة؟ ما حدش مالي عينك خلاص ولا ايه؟ انت بتسوقيني؟ بتك ما تبتك، ازقك واوقعك كمان. مش كفايه قاعدين في البيت ليل نهار والشيشه ببقك عمال على بطال، وانا وامي واختي اللي عمالين نصرف عليك. ايه يا
بالله. بس تشتمينها يا بنت. ايوه اشتمك واشتم اللي اتشدد لك كمان، جاي على اخر الزمن تمد ايدك ولسانك عليهم. ايه ما تتكسف على دمك شويه يعني لا مش مراتهم بناتي ولا ايه؟ لا ايه يا اخويا مراتك لكن بناتك بقى ان شاء الله بأمارة ايه؟ ده انت حيالله جوز امنا. اخي عليك كده برضه يا اموله تعينيني عشان ما بخلفش. ده جزات ان اتجوزت امكم بعد اخويا وصاحبي وحبيبي ابوك الله يرحمه ما مات. تلاوتكم في بيتي اعتبرتكم زي ما تكونوا بناتي اللي من صلبي من دمي. تاني هيقول بناتي تاني. وبعدين بقى زراير بيت الاب عماله تادي فيكي وانت داخله طايحه فيها زي القط. لا يا حبيبي كأن في التواسع احسن. نعم ولو ما كنتش يا شحات هخليكي تسحب امك واختك وتطلعي بيهم على الشارع اللي لميتكم منه. طب بقى لو شنبك ده على راجل يا شحاتة استجرى واعملها. طب وايه بقى اللي يمنعك؟ الشقه شقتي وامك ابعت لها ورقتها من عند اشيب محامي. بس ابقوا بقى عرفوني هتبقوا في انهي الخرابه ولا فرشين عليها رصيف عشان الورقه توصل. كده يا شحاتة. طيب انا بقى اللي هطلعك من هنا ومش على الشارع، على السجن يا شحاتة. وديت كرتونة الادوية اللي سرقتها من الصيدلية امبارح فين يا شحاتة؟ ايه؟ الادوية المخدرة اللي بتدفعها انت وشلة الانس بتوعك. وانا بعرف اقرا ولا اكتب عشان اعرف الادوية المخدرة اللي انت بتقول عليها دي؟ لا والله انت بس تعرف تفش الاسم، لكن فين بقى صاحبك يعرف يميزها من غيرها. وين صاحبي يعرف يميزها ازاي؟ مش بيشتغل تمرجي في عيادة؟ طب سرقنا ايه رايك بقى؟ سرقناها انا وفهيم هتعمل انت ايه؟ مش انا اللي هعمل يا شحاتة. النيابة رفعت البصمات من على كل حتة في الصيدلية النهاردة، واكيد اكتشفوا وجود بصمات غريبة عن باقي بصمات اللي بيشتغلوا فيها. مش ناقص بقى غير تليفون صغنن قد كده اهو يبلغ رئيس المباحث مين بقى اصحاب البصمات الغريبة دي. لا ما توصلش كده. ما يقول عليك شحاتة يا امولة. ايوه كده كأن في الدواسة يا شحاتة. كبرياء امرأة عن قصة المراسل النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشية باتجاه نظرة واحدة تطمني كلمة واحدة تشوفني نظرة واحدة تطمني كلمة واحدة تشوفني وانت ده حلم النجاة يا حنان حب الحياة يا حنان حب الحياة يا حنان حب الحياة. الهوى ممكن ياخدنا بكنا نسكت في أشواق ورانا بحضننا نسمتك تحت شفايفي نظرتي تشوف من عليك يا عشقي ورد المشاعر وثبت الحب في ايديك الزمن يعلم رضاك يا حنان حب الحياة يا حنان حب الحياة يا حنان حب الحياة. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.